عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم فيديو جديد. حطي لايك واشتركي معايا في القناه لو انت لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبدا الفيديو. النهارده بقى الفيديو حاجه كده من اكل الشارع اللي كلنا بنحبها. النهارده هعمل معاكم الكبده برده. يعني انا بحبش اشكر في نفسي، والله ما بيشكرش في نفسه الا ابليس، بس بامانه ما فيش حد دقها من ايدي الا وقال لي عامله زي بتاعه المحلات بالظبط. بس اهم حاجه تمشوا على الوصفه بالظبط وتمشوا بنفس المقادير، وهقول لكم هنعمل ايه عشان نوصل بيها تبقى زي بتاعه الشارع بالظبط. اول حاجه كده عندي جبت كبده، خليت الجزر قطعها لي شرايح، شريحه رفيعه كده اهي. تمام. عندي هنا ملح، فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، شوية توم مهروسين. دلوقتي بقى هنبدأ على طول على المقادير. اول حاجة كده انا عندي انا كمان جايبة ردة علشان هي الاساسي بتاعها الردة. هعمل معاها النهاردة مكرونة بالصلصة، ان احنا بنحب ناكلها مع المكرونة بالصلصة. تمام. اول حاجة كده عندي هجيب بولة اللي انا هقلب فيها المقادير. تمام. لازم قبل اي مواعين قبل ما استعملها، مع اني شايلاها مغسوله، بس لازم ايه اديها شطفه كده الاول. هجيب البوله اهي، هحط فيها الكبده. على فكره الكبده بتتغسل، واللي عايز يعرفني يعرفني، انا الكبده بغسلها. نازل ده ما بتنزل اي حاجه لازم اغسلها. بص هي كده كانت في المصفى بتتصفى، انا هنزل فيها كده في البوله اللي انا هقلب فيها المقادير والتتبيله. بصوا بقى هنزل بكل التتبيله دي، بسم الله. بعدين انا الرده هسيبها على جنب، مش هعمل فيها اي حاجه، بس هرش عليها رشه ملح. استنوا كده، الرده هرش عليها رشه ملح كده عشان تبقى هي كمان ليها طعم. تمام. وهحط لها شويه كمون للرده، شويه كمون بسيط كده، فضي من الكيس على طول كده اهو، حاجه بسيطه كده مش كتير. هبدا ان انا اجيب معلقه واقلب بيها كل الخلطه دي. تمام. الخلطه دي بقى هسيبها على جنب كده لحد لما اتبل الكبده. كده انا هبدا ان انا اتبل الكبده. كمان في حاجه كمان نسيت اقول لكم عليها، ان انا هحط خل. اساسي الخل في تتبيله الكبده، هحط زي نص كوبايه خل كده، ولا بيض ولا اي حاجه بتتحط في التتبيله غير اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي. هبدا ان انا اقلب كده كل المقادير وكل التتبيله، هقلبها علشان كل الكبده تاخد من الطعم كده اهو. ده ان انا اقلب كويس كده. التتبيله لزقت على وحدايه، بس انا بحاول اوزع الوحدايه دي ما بينهم. هاخد كده كل التتبيله كده اهو، واروح منزلها على الباقي. اعملها كده اهو. انا عايزه اقول لكم انا حاطه المكرونه تتسلق على النار اهو. كده الكبده كلها اخدت من التتبيله. عايزه اقول لكم الريحه من دلوقتي الريحه من دلوقتي حلوه قوي ما شاء الله. هبدا بقى ان انا اعملها كده اهو. بس كده الكبده بقت جاهزه. بصوا شايفينها عامله ازاي؟ كده انا هحطها على جنب، وهغطيها باي صينيه ولا طبق اي حاجه كده علشان تبدا ان هي ايه تتبل مع نفسها. هسيبها على جنب كده، وهبدا بقى ان انا انتبه ايه للمكرونه. اول حاجه عندي انا بجيب حله، الحله اهي، وهحطها على النار دلوقتي. تعالوا بقى بينا نحطها على النار مع بعض. بصوا بقى عندي كده الحله على النار، هبعدها شويه كده، هنزل فيها بالزيت. ماشي. انا كده بسبك للمكرونه. تمام. هبدا ان انا انزل الثوم كمان من هون كده، بسم الله.
بصوا بقى اما بدأ يبقى لونها ذهبي بالشكل ده كده، هنزل فيها بالخل. بسم الله. بصوا بعد ما الخل اتبخر شويه كده، رحت نزلت بباكو صلصه، كيس صلصه يعني، وانزل بعصير الطماطم، هديهم تقريبا كده. تمام كده بقى. انا ايه اللي هعمله؟ هسيبها بقى تتسبك شويه، وبعد ما تتسبك شويه هبدا ان انا اتبلها. وهذه المكرونه عندي اهي، استنوا كده اهو بتتسلق اهي على النار اهي. هختبرها دلوقتي اشوفها استوت ولا لا، وبعد كده هصفيها من الميه. بصوا بقى بعد ما سلقنا المكرونه الاسباجيتي، الولاد كانوا طالبين مني المكرونه اللي هي الصدف دي، فانا بعد ما سلقتها حطيت مكرونه صدف كده اهي جايبها لهم. هحطها برضو ايه تستلق. تمام. ولسه الطماطم اللي هي التسبيكه يعني لسه على النار، لسه محطوطه على النار اهي، لسه بتتسبك مع بعضيها. برضو لما تتسبك هنتبلها برضو. بصوا بقى المكرونه بدات تستبك شويه، حطيت نص معلقه سكر صغيره، يعني معلقه الشاي الصغيره دي حطيت نصها. حطيت ملح وفلفل وكمون وشويه ايه كزبره. تمام. وهقلبها بقى دلوقتي، وبعد كده هنستناها بقى ايه لحد لما تبقى جاهزه، وهوريكم برضو في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى انا بعد ما خلصت، اللهم صل على النبي، بعد ما خلصت المكرونه وعملتها، طبعا كانت الكبده اتسابت شويه بتتبيلتها. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب كده عندي، استنوا احط التليفون هنا عشان اوريكم هعمل ايه دلوقتي. تمام. هجيب الطبق اللي انا كنت مغطيه بيه ده، وهفضي فيه الرده بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اللي انا هتبله في الرده هطلعه على الطبق اللي انا كنت حاطه فيه الرده. هعمل ايه بقى؟ هجيب الكبدايه كده. اولا كده انا حاطه طاسه على النار، طاسه غويطه وفيها زيت، حطها على النار تسخن شويه لحد لما انا ابدا اجهز الكبدايه نفسها. هي ما شاء الله يعني كبيره شويه، فانا هجيب سكينه علشان ايه اقسمها، علشان بس تكفي الطاسه، لان الطاسه اصلا غويطه بس صغيره، مش عشان حاجه يعني، بس ما تفهمونيش غلط. مش غلط خالص. هبدا بقى ان انا اتبلها بالرده كده باذن الله، ولا هتفك ولا اي حاجه خالص من اللي بتحصل دي. بعد كده هتبلها كده على الناحيتين بالشكل ده كده بالرده كده كويس قوي، واضغط عليها كويس علشان ايه الرده تلزق عليها كويس. هي رده بس، ولا دقيق بقى ولا بقسماط ولا فيجيتار ولا اي حاجه خالص. هي ما شاء الله الكبدايه كبيره، فانا عشان كده بقسمها، بس انا هجرب احط واحده كبيره هشوف هي هتعمل ايه. هتكش بقى على النار كده ولا لا، هتكفي الطاسه ولا لا. بس هي الطاسه اصلا صغيره، انا هوريها لكم دلوقتي يعني. دي هقسمها برضو عشان يعني انا رجعت في كلامي بصراحه، مش هحطها كبيره ان هي طاسه صغيره. انا هوريها لكم دلوقتي. هي انا لو حطيتها في الطاسه حتى لوحدها مش هتكفي اصلا، الطاسه صغيره قوي، غويطه بس صغيره اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا رقيقه جدا، فايه علشان ما تبقاش من جوه نيه مثلا، او هي الكبده تستوي بسرعه. لا مش نيه، اللي هو يعني ايه متبقاش تخينه كده. ما بنحبش الحاجه تبقى تخينه، يعني ما بنحبش البانيه تخين، ما بنحبش الكبده تخينه. تعالوا بقى اوريكم دولت هعملهم ازاي دلوقتي على النار، علشان ايه وانا اعمل الباقيين انا مع نفسي. اهي الطاسه يعني بصوا صغننه جدا ازاي، صغيره قوي يعني، ان هي غويطه بس صغيره. هبدا بسم الله انزل فيها بالكبده كده زي بتاع المطعم بقى ما بيعمل. بصوا يا دوبك خدت يعني ايه واحده مقسومه اتنين يا دوبك. هسيبها بقى تتقلي كده مع نفسها تستوي كويس، وبعدين ايه هبدا ان انا اطلعها كل الحاجات ديت من التتبيله.
ماشي. هسيبها تتقلي بقى وهرجع لكم تاني اوريها لكم بقت عامله ازاي. بالمناسبه الاول انا عندي الصلصه اتسبكت. عندي المكرونه ديت تقريبا كده استوت. انا هختبرها دلوقتي، هطلع ايديا وهختبرها اشوفها استوت تماما ولا لا. استنوني. وادي الكبده برده والمكرونه بالصلصه تحفه جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، زي بتاعت بره بالظبط، ريحه وطعم وقوام بتاعه المحلات بالظبط، ما تفرقش اي حاجه عن بتاعه المحلات. اتمنى تجربوها، تقولوا لي رايكم فيها ايه، ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه، ومع السلامه.